السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، مع كثرة البلاءات في هذه الدنيا بيجي قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الله عز وجل لما تقعد تفكر كده، الله عز وجل هو الذي خلقك، هو الذي خلقك، يعني هو الذي تدبر. الله عز وجل تكفل برزقك، تكفل بهدايتك، تكفل بكل شؤونك. كل اللي عليك سبحان الله انك انت تتقرب له. عامل بالظبط زي ولله المثل الاعلى، بس مثلا اب صالح، طيب، خير، كريم، رحيم باطفاله، مش عارف ايه، وعنده طفل، والطفل ده سبحان الله مع كل اللي بيعمله من صغره الى الا انه يرحمه ويرزقه ويحفظه. فسبحان الله، تخيل لو الطفل ده طفل بار بأبيه، بيشكره، بيخدمه، بيطيعه. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى، الله عز وجل ليس في حاجة لأي حاجة من الحاجات دي. تمام؟ فتخيل اللي انت وبيرزق المؤمن والكافر، ولكن الله عز وجل اختص عباده المؤمنين بالجنة. فتخيل لو انت أطعته، فتخيل لو انت أطعت الله عز وجل، فالله عز وجل يكفيك كل ما أهمك. فأنت كل ما تجيلك مشكلة تتوجه إلى الله عز وجل، فتلاقي ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. فتلاقي سبحان الله الأمور اللي أنت مستصعبها ربنا عز وجل يسرها لك من حيث لا تحتسب، ومن حيث لم تكن تظن اللي هي أصلا هتفرج منها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي الله عز وجل جعل لك مخرجا. انت قاعد وشايل هم الحياه، وشايل هم الدنيا، وشايل هم الفلوس، وتلاقي الله عز وجل رزقك بضد السبب وبالمكان اللي انت عمرك ما تخيلت اللي انت ياتي لك منه رزق. فأليس الله بكاف عبده وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بس الفكرة فين؟ ويخوفونك بالذين من دونه. والفكرة فين؟ تمام، يجعل لكم جنات. ما لكم لا ترجون لله وقارا. مشكلتنا اللي احنا ما بنأديش أصلا حق ربنا عز وجل، ما بنأديهوش في أقل القليل. ربنا عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لو أنت عارف إن أقرب شيء يقربك لله عز وجل أن تأتي فرائضه، إزاي ما بتعملهاش؟ إزاي ما بتعملهاش؟ فاهم قصدي؟ لا مسكت يا ابني، أنت اللي مصحك دلوقتي. تمام؟ فأنت لازم تركز، والله عز وجل يكفيك همك. تمام؟ يكفيك همك، هم الدنيا، والله عز وجل في الآخرة يرضيك في نفسك. وتلاقي الله عز وجل يرضيك في هذه الدنيا في نفسك وفي أولادك وفي أسرتك وفي أهل بيتك وفي كل حاجة. شوف حتى الصحابة كانوا يسألون الله عز وجل ولو على شراك نعالهم. انت عارف لما تبقى لابس ربنا عزك شبشب بصباع والحتة اللي في النص تقطع ربنا انه تقطع، ولو لم يعانهم لم يعانوا. وشوف سبحان الله قصص الأنبياء، وشوف سبحان الله من سيدنا أبي بكر قال: لو نظر أحد تحت قدمه لرآنا. قال: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأنت لو معك ربنا عز وجل مهما كان لن يستطيع أحد مهما كان أن يطبق فيك إلا ما قدر الله عز وجل. تمام؟ وانت عارف انك انت لن تموت نقص عمر ولن تموت نقص رزق. فاشغل بالك، اشغل كل بالك بانك ترضي الله عز وجل، انك ترضي الله عز وجل وتاخد باقصى الاسباب عشان تحقق الامر اللي انت اردته، ولا تعتمد عليها بل التوفيق من الله وتستعين بالله عز وجل. تمام؟ فدايما فكر فيها: أليس الله بكاف عبده؟ وتلاقي ان سبحان الله الناس دايما تحاول ويخوفونك بالذين من دونه. تمام؟ عشان كده ربنا عز وجل قال حكيا يعني اللي هو الله عز وجل سبحان الله
سبحان الله نسيت الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تمام. فزادهم ايه؟ فزادهم ايمانا، لانهم عارفين ان الله عز وجل كفيل. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا ايه؟ بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اليس الله بكاف عبده؟ انشغل بعباداتك لله عز وجل، الله عز وجل يكفيك همك كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.